السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده وطاعه دايما لله. مطبخ التوفير النهارده الشيف زينب عبد الحميد هنعمل النهارده آه بالاست بالاستكس الفيليه زي ما انتم شايفين. و تعالوا نشوف عملناه ازاي. بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله والله اكبر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. نعطر دايما فمنا بذكر الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونشوف هنعمل الفيليه، سمك الفيليه. قبل كده خليناه مع بعض في فيديو. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. وطبعا صندوق الوصف بتاعنا فيه كل الوصف، يعني كاتبه الوصفه بالظبط، بحيث ان اللي ما عندهمش نت ولا النت ضعيف يدوسوا على صندوق الوصف ومكتوب الطريقه بدقه يعني. احنا خلينا السمك الفيليه زي ما انتم شايفين، سواء اذا كان البلطي او قشر البياض. ممكن نعمله مقلي، نقطعه كده مكعبات، وبرده نعمله مقلي، او الواحده مفروده نقسمها نصين، يا اما نعمله زي شيش كده ممكن نعمله بالاستكس كده اهوت، ويبقى ونشويه يا اما على فحم يا اما نحطه في صينيه ونحطه في الفرن باي طريقه يعني. بس يعني جميل قوي، زيه زي الكباب وزيه زي الكفته وزيه زي الفراخ. هنشطفه برضو، احنا كنا غاسلينه ونقعينه في خل وليمون، وتخلصنا من الزفاره وغسلناه وشطفناه وحطيناه في طبق الفويل ده وكيسناه وحطيناه في التلاجة. خدنا منه، عملنا منه سمكتين فيليه. خدنا منها سمكة عملناها في السي فود، وديا هنعمله نقليه او نعمله ايه، نحطه في الاستكس زي ما انتم شايفين كده. هنشوفها شطفة عادي وبعد كده نيجي نقطعها التقطيعة اللي احنا عايزينها. زي ما انتم شايفين كده احنا بنشطفه بس من التلج. ممكن تقطعيه كده كده يعني بالطول، ممكن تعمليه مكعبات زي ما انتم شايفين كده. هنعمله مكعبات محمله. التقطيع ده بتاعك اهو زي ما انتم شايفين كده اهي. اهو طبعا بعد ما شطفناه حطيناه في المصفى عشان يصفي ميته. هبتدي اعمل برضو النص التاني وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده هنحط له التتبيله اللي تديله الطعم الجميل. نحط له ايه، معلقتين 3. نقلبه كويس جدا في التتبيله اهو زي ما انتم شايفين. طبعا التتبيله دي بتتكون من الفلفل الاحمر والاخضر الرومي، وحزمه كرفس ورقها، ونص كوبايه ليمون، ونص كوبايه خل، وطبعا شويه ثوم وبصله، والتوابل اهمها الكمون والفلفل والكزبره، وكل التوابل اللي موجوده عندنا بتاعت التتبيلات اللي متوفره عندنا. وبنضربهم في الخلاط وبنشيلهم في بطرمانات. نحط واحده في باب التلاجة للاستعمال، والتانية في الباقي في الفريزر. وطبعا الماده الحافظه بتاعتنا الليمون والخل زي ما انتم شايفين كده جميله جدا، وبنستعملها في المخللات وتتبيله السمك والطيور والاسماك واللحوم والسلطات والمخللات والرز الصياديه وكل التتبيلات بتاعتنا. هنكيسها ونسيبها تتبل من ساعتين لليله كامله. نبتدي بقى ايه، نحط لها الفويل يعني زي ما انتم شايفين كده.
ادي زي ما انتم شايفين كده. هنسيبها طبعا في التلاجة، مش هنسيبها بره لغاية الساعتين التتبيلة بتاعتهم، وتديني طبعا طعم جميل جدا. سواء اذا كان هنعملها مقلي، نعمل الفيليه مقلي، او نحطه نشويه في الاستيكس وكده. هو طبعا بالفلفل الرومي الاحمر والاخضر وبصل والطماطم، وبنعمله زي الشيش طاووق بالظبط، وزي الكباب لما بيشوي والكفته. برضو ممكن نشوي الفيليه زي ما بنشوي الكباب والكفته بالظبط. هنسيبه في التلاجة ونرجع لكم تاني. التتبيلة قعدت ليلة كاملة عشان وادي الفلفل عشان تتبل فيها. ادي الفلفل الالوان زي ما انتم شايفين، وادي البصله، وادي الطماطم، وادي الاستيكس اللي احنا هنحطه فيه للشوي. وبعد كده احنا نسينا بقى نحط بهارات السمك الجميله اللي احنا عملناها من قشور الريصان الجمبري زي ما انتم شايفين كده. نسينا نحطها، فهنحط دلوقتي معلقه التتبيله دي ونقلبها، واقلبها طبعا مع بعضيها كده اهوت. بعد كده بقى احنا هنقطع الفلفل والطماطم والبصل زي ما انتم شايفين كده مكعبات، ونحضر بقى العيدان بتاعتنا وهنشوف هنعمله ازاي. زي ما انتم شايفين كده قطعناه مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وادي البصل نفس الكلام، وادي الطماطم ممكن نعمله بطماطم شيري. ابتدي بقى ايه اطلع دي الستيكس، فابتدي بقى ايه احط دي بالطريقه دي، يعني وشها باصص على الحاجات اللي انا هنزلها عليها اهي. بعد كده ادي بصله، وادي فلفله خضراء زي ما انتم شايفين كده. وابتدي بقى احط اهي مفروده كده اهو، بفردها عشان لما اجي اشويها، او ممكن احطها في طاجن زي كده اهوت سيرفيس احطه فيه، احطه في الفرن يتحمر. احط بقى ايه كده بقى اهو طماطمايه، بصله، فلفلايه صفرة زي ما انتم شايفين. وابتدي برضو ايه احط لو لقيها ليها دي كده اخدها كده اهو، عشان ما توقعش من هنا ومن هنا، لازم امسكها كويس. واحط بقى ايه احط تاني بقى الفلفلايه حمراء اهي، بصله، واخر حاجه اهي التالتة والاخيره زي ما انتم شايفين كده اهي. واختمها بقى ايه بطماطمايه وبصلايه وفلفلايه زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. ونحطها كده اهوت، يا اما احطها كده جنب بعض. هخلص بقى الكميه بتاعتي وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ديا عمل السمكه اللي هي وشين يعني الفيليه، عملوا
الستيكس زي ما انتوا شايفين كده اهوت. ممكن تخليه زي ما هي وتحطوا زيت زيتون تحطوه في الفرن من تحت وفوق، وممكن نشويه على الفحم. اختيارات، يا اما نحطه في الفرن ولما يجي يطلع نحط فحمة في النص ونكلفته كأنه مشوي على الفحم بالظبط زي ما انتم شايفين كده اهوت. شايفين كده ابتدي اطلعه، ابتدي احط بقى الفحمة هنا اهوت عشان اديله طعم الفحم. بحط بقى ايه نقطتين زيت، اول ما يطلع دخان اقوم ايه مغطيه كده جامد. وزي ما انتوا شايفين كده ده الفيليه اللي احنا عملناه زي الشيش طاووق بالظبط كده في الستيكس زي ما انتوا شايفين كده، والسلطه الخضراء الجميله والرز الصياديه زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون وصفه سهله وبسيطه عليكم وتنال اعجابكم. دمتم بيكم عمرانه بذكر الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.